إذا استهلك الشخص كيلو جرام من الرمان يوميا فجيد، يعني لا يبقى أي شيء في الجسم. لماذا؟ لأن حمض الإيلاجيك وحمض التانيك، خصوص حمض الإيلاجيك إذا اجتمع مع الفيتامينات والأملاح المعدنية يقوم بغسل الجسم، الكلينز، تنظيف الشرايين، بما في ذلك إذابة الصفائح والسدادات التي تتكون بداخل الشرايين، تذوب هذا الضيق الذي يحصل داخل الشرايين الذي يترتب عن الهوموسيستين التي تتراكم في هذه الشرايين، وتتراكم لأن هناك يعني كوليسترول خبيث، يعني تأكسد الكوليسترول من الحميد الخبيث هو الذي يجعل هذه الهوموسيستين تتراكم وتخدش وتحفر هذه الشرايين، ثم تتكون صفائح على شكل سدادات داخل الشرايين ويكون ضيق هذه، ثم يقع ارتفاع الضغط، يقع أمراض القلب والشرايين، يقع أي شيء. يعني الشخص الذي ليس لديه دورة دموية كاملة لا يقدر على العمل ولا يقدر حتى على صعود السلم، يعني هذا الدرج الطبقة الرابعة ولا الخامسة لا يقدر على صعود هذا السلم. يعني ماذا؟ لأن الدم هو الذي يجعل هذا الجسم يعمل، وهو الذي يجعل الجسم يتحمل، لأن الأكسجين وهو الدم هو الذي يغذي هذا الجسم. نبدأ بأمراض القلب والشرايين، لأن أصحاب هذه الأمراض هم الذين يستفيدون أكثر من الرمان. والرمان حمض الإيلاجيك على الخصوص، لأن حمض الإيلاجيك هو قوي لأنه يذيب هذه الترسبات داخل الشرايين. فعلى الأقل لا تكون نصيحة هكذا، يعني بمنظور يعني أحادي هكذا. يجب أمراض القلب والشرايين يجب أولا أن يتركوا اللحوم والأجبان، الدسم الحيواني والسكر، ثم يتناول الرمان 4-6 حبات في اليوم، ليس هناك أي مشكل. طبعا سيكون نشويات، سيكون قطاني، زيت الزيتون، خضار، فواكه أخرى، ليس هناك أي مشكل. المهم أن لا يتناول لحوم وأجبان فقط. ممكن يتناول سمك، ليس هناك أي مشكل، لأن السمك فيه حمض الأوميغا 3 وهو مهم جدا لأمراض القلب والشرايين. أن يتوقفوا عن اللحوم، يتناولوا الرمان لمدة شهر أو شهرين. لما لا؟ لأن المغرب الرمان عندنا يبقى تقريبا 3 أشهر ولا 4 أشهر. يتناول الرمان لمدة شهر بهذه الكمية وبهذه الطريقة، وممكن هم سيحسون بدون إيكوغرافيا ولا بدون يعني حتى مراقبة طبية، الشخص سيحس لأنه تحسنت حالته. لأن أصحاب أمراض القلب والشرايين الشخص يحس بحالته، هل هو متدهور أو يحس بنفسه جيد. ثم كذلك الأمراض المترتبة عن أمراض القلب والشرايين أو المرتبطة بها، وهي ارتفاع الضغط كذلك والكوليسترول والسمنة. يعني الناس اللي عندهم سمنة هذو سيستفيدون إن شاء الله من الرمان، والرمان يحفظ القلب. وأن الله لما تفتح الرمان هكذا عموديا يظهر لك القلب، يعني هذه البطين والأذين والداخل في القلب، يعني شكل القلب من الداخل يظهر في الرمان. وأن الله سبحانه وتعالى جعل النبات تقريبا النبات كله أوراقه على شكل قلب، وجل الفواكه على شكل قلب. لماذا؟ لأن لكي كرسالة بدون أن نتعلم، بدون أن نحصل على إجازة، بدون أن نذهب إلى المدرسة، هذه رسوم يرسمها الله سبحانه وتعالى في الكون، كأن الله سبحانه نعم إشارة، كأن الله يريد أن يعلمنا بأن أمراض القلب والشرايين هو نظام نباتي، ونظام نباتي محض. والذين يأكلون النبات لا يصابون بأمراض القلب والشرايين، الذين يأكلون اللحوم يصابون بأمراض القلب والشرايين. هو أمر سهل بسيط جدا. بعد أمراض القلب والشرايين النساء اللي عندهم مشكل في الهرمونات دائما حمض الإيلاجيك يسوي الهرمونات عند النساء، معروف يعني كيماويا وفيزيولوجيا، نحن نعرف خصائص كل مكون. حمض الإيلاجيك خصوص الإيلاجيتونين، يعني هي اللي موجودة في الرمان. الإيلاجيتونين تسوي الهرمونات عند النساء بشرط أن يتركن اللحوم، لأن دائما العدو في التغذية هو الكوليسترول. أن يتركن اللحوم والأجبان، أن يكون لديهن نظام نباتي، وأن يتناولن الرمان بكثرة. الرمان بكثرة، هناك أشياء سنتكلم عنها إن شاء الله، ليس الرمان فقط كما قلت، والتفاح والعنب الأحمر وخشاش الأرض وكثير من الأشياء، لكن الرمان فيه تركيز قوي من حمض الإيلاجيك في هذه الفلافونويدات، وتجتمع فيه فيتامين بي مع فيتامين سي مع فيتامين اي مع الأملاح المعدنية مثل المغنيسيوم، لأن المغنيسيوم هو مهم جدا لارتفاع الضغط ومهم جدا لأمراض القلب والشرايين. فهذه الأشياء تنفع النساء في الضبط الهرموني. يطهر الجهاز الهضمي. لماذا؟ لأن هذا المذاق المر هو مذاق حمض التانيك، حمض التانيك، وحتى بعض الأنطوسيانات الموجودة في الرمان. وحمض التانيك يقضي على بكتيريا المعدة.
هذه الإليكوباكتير بايلوري يقضي على بكتيريا المعدة، وهي بكتيريا الآن أصبحت خطيرة على الناس، ولكن لا يمكن أن يستعمل الناس لا الرمان ولا قشور الرمان ولا عصير الرمان ولا أوراق الرمان وهم لا زالوا يستهلكون الأشياء التي تشجع هذه البكتيريا. يجب أن نكون واضحين في نصائحنا. يجب أن يتركوا جميع المواد الصناعية، أن يكون طبخ المنزل مواد طبيعية، ثم أن يكثروا من تناول الرمان، فسيحسون سيرون أن النتيجة باهرة التي سيعطيها الرمان يعني تأثير على هذه البكتيريا المضرة في المعدة. تلك الحبيبات هي جيدة للمعدة. نعم جيد. لأن هناك من يمتص الماء ويرمي تلك الحبيبات. لا هذه ألياف خشبية خصها الله، هي الألياف الخشبية ذي التمر. ما نسميه بعظام. نعم يجب أن يمضغ. يجب أن يمضغ، وهذه الألياف هي الألياف القوية، لأن هذه فيها ألياف صلبة، وهي التي يعني تجعل القولون يتخلص من السموم من الفضلات. لا هي تحبس يعني وتحجز يعني الجذور الحرة لكي لا تضرب خلايا القولون من الداخل. فيجب أن يمضغ هذه الحبوب، يجب أن تمضغ وتبلع، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء لنأكلها ويريد منا أن نستفيد، ولكن الإنسان دائما طبعا هناك حلول لمن لا يقدر على مضغها، يمكن أن تكون حتى عصير. المصابين بالسكري فاكهة الرمان لا تضر المصابين بالسكري. نعم بشرط أن لا يتناولوها مع سكريات أخرى، أن لا يكثروا منها، وأن يأكلوها بشحمها، أن يأكلوا الرمان بشحمه. لماذا؟ لأن هذه الشحم الرمان أو هذا الغلاف الداخلي هو فيه مادة تشبه الأنسولين أو تحفز الأنسولين. هو جيد، وخلق فيه الله سبحانه وتعالى أنسولين خاصة بهذا الرمان، وكمية الجلوكوز الموجودة في الرمان هي يعني سكريات كلها مجملة تقريبا هي ما بين 10-15% سكريات، وتركيز عالي طبعا. ولكن إذا استهلك الرمان يعني بشحمه لوحده بدون سكريات أخرى فلا يمكن أن يضر حتى أصحاب السكري، ليس هناك أي مشكل. يبقى الأشياء الأخرى اللي منها الأشخاص اللي عندهم أمراض مناعية واللي عندهم أمراض مزمنة مستعصية، يدخل في الكلينز، هو داخل في النظام الغذائي للكلينز. وحمض الإيلاجيك، هذه مكون حمض الإيلاجيك، هو يحسن الأشخاص اللي عندهم أمراض المناعية مثل الميلتيبل سكليروسيس، التصلب اللوائحي، والألزهايمر والباركنسون، وهذه كلها أمراض الرمان. أصحاب هذه الأمراض يجب أن يستهلكوا الرمان بكثرة وأن يبتعدوا من المواد الصناعية. وكذلك المشكل على مستوى امتصاص الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، يعني هو يزيد في الامتصاص. لماذا؟ لأن الرمان يحفز البكتيريا الصديقة بالقولون. وسبحان الله كل هذه الأشجار كلها هي تحفز البكتيريا الصديقة. لا الرمان ولا العنب ولا التين ولا الزيتون ولا التمور، هذه كلها تحفز هذه البكتيريا. والرمان يعني في هذه سبحان الله هذه المكونات تقضي على البكتيريا الخبيثة، تقضي على البكتيريا الممرضة، ولكنها تحفز البكتيريا الصديقة. يعني البكتيريا اللبنية نحن نعرف اللاكتيك أسيد بكتيريا هي لا تقضي على البوليفينولات ولا الفلافونويدات. يعني وهي تخمر الزيتون. والزيتون فيه فلافونويدات يعني بوليفينولات قوية. البكتيريا اللبنية هي البكتيريا الوحيدة التي لا تقتلها البوليفينولات والفلافونويدات، بينما البكتيريا الأخرى الممرضة مثل البكتيريا العصيات حمى التيفويد ولا الستافيلوكوكساي ولا الباسيلس ولا الكلوستريديوم، هذه كلها بكتيريا تقضي عليها البوليفينولات، وخصوص بوليفينولات الرمان هي تقضي على هذه البكتيريا الأخرى وتطهرها. وكذلك بعض الطفيليات في الأمعاء، الرمان يطهر الأمعاء من هذه الطفيليات، بعد الديدان وبعد أنواع الطفيليات الموجودة على مستوى القولون والمعي الدقيق على الخصوص. فالرمان يقضي على هذه اليرقات. نعم، ولكن بشرط أن يستهلك بقشوره الداخلية. هذا المذاق المر لهذه القشور الداخلية هو الذي يقضي على بكتيريا الإليكوباكتير بايلوري، وكذلك على البكتيريا الخبيثة في الأمعاء، وعلى الطفيليات كذلك على الطفيليات. هناك بعض الدراسات ولو أن البحث لا زال طفيف جدا قليل، بعض الأبحاث الآن تجرى حول بعض الفيروسات الخطيرة مثل فيروس الأيدز ومثل فيروس التهاب الكبد والفيروس سي، وأعطت نتائج جيدة. يعني هذه البوليفينولات مثل حمض الإيلاجيك وبعض الأبحاث يعني أجريت حوله، وأنه له
قوة كابحة للفيروسات كذلك، هو يكبح هذه الفيروسات. ويعني لكي لا نترك يعني إن شاء الله، فهناك من ينتظر مرض دون مرض، فجميع الأمراض، أنا أقول جميع الأمراض، يعني لما يكون الشخص مريض يرجع إلى النظام الطبيعي ويعمل كلينس، يعمل غسل الجسم، والرمان يدخل في الكلينس، يأخذ الرمان صباح مساء على شكل عصير ولا يأكله، ثم يكون نظام نباتي، وشوف سبحان الله، هي أول فاكهة فصل الخريف، أول فاكهة فصل الخريف هي الرمان. يبدأ الرمان ثم التمور ثم البرتقال والزيتون، هذه كلها متزامنة تقريبا من شهر 9 إلى شهر 11 تكون هذه متزامنة، هي الرمان والتين والبرتقال، الرمان والتمر والبرتقال وكذلك الزيتون. هذه والرمان هو أولهم. الرمان يبدأ فصل الخريف، لماذا؟ لأن الناس يأكلون اللحوم بكثرة. فصل الصيف تكون لحوم الحيوانات سمينة جدا. والرمان يتزامن مع كل الأشياء التي تغسل الجسم، من البطاطا الحلوة، من القلقاس، ومن كذلك السفرجل، ومنها هذا الرمان. فهو يغسل الجسم من هذه الجذور الحرة التي تراكمت في الجسم من جراء السفر والأعراس والأفراح، والناس في فصل الصيف يتحركون بكثرة ويأكلون أي شيء. وأن الله سبحانه وتعالى الحل موجود، هذه السنن الكونية التي خلق الله، وهذا الميزان يجب أن نتبعه وأن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم فقط. مطلوب منا الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد.